اهلا بيكم في قناتي اكله جميله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بسبوسه الحلواني بطريقه بسيطه جدا. ولو اول مره بتعملي البسبوسه تاكدي ان انت بعد الفيديو ده هتعملي اجمل صينيه بسبوسه طريه ومرمله ومتماسكه وشاربه الشربات بتاعها كويس. نبدا ونشوف احنا هنعملها ازاي. بس يا ريت لو اول مره بتشوفي قناتي ندعم الفيديو بلايك والاشتراك في القناه. هنحتاج اول حاجة نص كوباية من السمنة البلدي، او ممكن نعمل خليط بين الزبدة والسمنة. اهم حاجة نستخدم سمنة تكون طعمها كويس علشان تدي للبسبوسة طعم حلو، والسمنة اللي احنا بنضيفها بنكون مسيحينها ودافية. وهزود كمان كوباية من السكر، وهنضيف كوباية الا ربع من اللبن الدافي. وهزود كمان معلقتين 2 كبار من عسل النحل، او ممكن تستبدليه بعسل الجلوكوز اللي متوفر عندك، ضيفي منه. والعسل هنا بيساعد في تماسك البسبوسة. وبعدين هنقلب المكونات كويس جدا مع بعض لغاية ما السكر يدوب والعسل كمان. ونفضل نقلب في الخليط ده لغاية ما يبرد معانا تماما، والسمنة تدوب مع بقية المكونات كويس جدا علشان ما تنشفش البسبوسة معانا. وبعد ما قلبنا الخليط كويس وبرد معانا هنضيف عليه نص كيلو من دقيق السميد. وهزود عليه باكت من الفانيليا ومعلقتين 2 كبار من جوز الهند، وبنخلط المكونات مع بعض كويس. مش بنعجنها، يدوبك بس دقيق السميد يتخلط مع المكونات وكده بتكون جاهزة معانا. وهسيب لكم المقادير كلها تحت في صندوق الوصف بالجرامات والكوبايات لو حابين تشوفوها. وده كده بيكون قوام البسبوسة طري شوية كده زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هنجهز صينية مقاس 32 مدهونة كويس جدا بالسمنة، وهننزل فيها خليط البسبوسة ونفرده كويس. ولو حابة سمك البسبوسة يكون تخين معاكي شوية فانتي هتحطيها في صينية اصغر من دي، صينية مقاس 28 او 30. لكن الصينية اللي انا عاملة فيها دي هتخلي السمك بتاعها يكون متوسط. وانت بتفردي البسبوسة ادهني ايدك بالسمنة علشان نساوي السطح بتاعها. وبعدين بنخبط الصينية خبطتين علشان نساوي البسبوسة في قلب الصينية. وبعدين هنضيف عليها شوية من المكسرات، ضيفي اي نوع مكسرات انت حباه. انا هضيف شوية من السوداني والفستق، طحنتهم نص طحنة وهحطهم كده على وش البسبوسة، واضغط عليها ضغطة بسيطة علشان المكسرات تمسك في البسبوسة. او ممكن تسيبيها سادة زي ما هي. بعد كده نبدأ نقطعها، قطعيها بالحجم والشكل اللي يناسبك. نشوف بقى التسوية بتاعتها. بندخل البسبوسة فرن يكون سخن كويس جدا على حرارة 190. بتقعد في الفرن من تلت ساعة لنص ساعة. بنحط البسبوسة في الرف اللي تحت وبنسيبها لغاية ما تاخد لون من الجناب، واول ما تتحمر معانا من الجناب بنشغل عليها الشواية وبنسيبها لغاية ما تاخد اللون المطلوب. وبعد كده بنخرجها من الفرن. نحضر الشربات عقبال ما البسبوسة تستوي معانا. هنحتاج كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية، ونرفعهم على النار ونسيب الشربات لغاية ما يغلي. واول ما يغلي معانا هنضيف عليه نص عصير ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا. وبعدين هنسيبه لمدة 3 دقايق يغلي، وبعد كده هنشيله من على النار. وشربات البسبوسة بيكون خفيف وبنضيفه عليها وهو سخن. والبسبوسة خرجت معانا من الفرن نضيف بقى عليها الشربات وهو سخن. ومن نجاح البسبوسة لما نضيف عليها الشربات وتشربه على طول كده بنعرف ان البسبوسة بتاعتنا ناجحة. وبنسقيها بكل كمية الشربات اللي احنا عملناه وبتشربه كله. شايفين بقى شكل البسبوسة ما شاء الله عليها، واخدة لون حلو جدا وقد ايه طرية ومتماسكة. هطلع لكم منها وهي سخنة كده واوريكم التماسك بتاعها، ونشوف كمان شكلها من جوه عامل ازاي. بجد احلى وانضف واوفر كتير من بتاعة بره. جربوها ان شاء الله تعجبكم. نطلع بقى منها ونشوف شكلها من جوه عامل ازاي. طبعا باين عليها هي قد ايه طرية ما شاء الله عليها، متماسكة ومرملة. وعلى فكرة هي لسه سخنة، لسه كمان ما بردتش معانا. وشايفين القطعة بتاعتها طالعة متماسكة ازاي، والسمك بتاعها مظبوط جدا، وطعمها بجد حلو قوي. اعملوها بنفس الطريقة والمقادير وهتطلع معاكم حلوة جدا. شايفين البسبوسة عاملة ازاي من جوه، شايفين الطراوة بتاعتها والترميلة، بجد تحفة يا جماعة. جربوها ان شاء الله تعجبكم.
نطلع حتة كمان علشان نشوف اللون بتاعها من تحت، واخدة لون حلو قوي، وطبعا مش مستحملة ان احنا نمسكها قد ايه طرية ومرملة، بجد تحفة. لازم تجربوها. وبس كده نكون خلصنا فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.